بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مذكرات سلطان عبد الحميد الدكتور محمد حرب، دار القلم دمشق، طبعة الثالثة، مزيدة ومنقحة 1991. الدراسة والتقديم. إفادة من مذكرات المؤرخين المتخصصين وكتاب المذكرات. فيروز أحمد. مذكرات السلطان أحمد دكتور محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني ولد 1842. والده السلطان عبد المجيد أول سلطان في آل عثمان، يضفى على حركة تغريب الدولة بصفة رسمية، إذ أنه أمر بتبني الدولة لهذه الحركة، وأمر بإصدار فرمان التنظيمات عام 1854-56، وبها بدأ في الدولة ما سمي بعهد التنظيمات، وهو اصطلاح يعني تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي. بهذين الفرمانين تم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية، وبدأت الدولة تستلهم الروح الغربية في الحياة، وتستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات. والحق أن السلطان عبد المجيد كان خاضعا لتأثير وزيره رشيد باشا، الذي وجد في الغرب مثله وفي الماسونيين فلسفته. ورشيد باشا هو الذي أعد الجيل التالي له من وزراء ورجال الدولة ومساعدتهم، أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب التي بدأها هو، والتي كان إسقاط عبد الحميد الثاني بعد ذلك امتدادا طبيعيا لفكر التغريب. شهد عبد الحميد والده ومن بعد عم سلطان عبد العزيز يحميان حركة الأخذ عن الغرب، كما شاهد أيضا ولمس عن قرب أطماع الدول الغربية وروسيا في الدولة. تولى عبد الحميد السلطنة 1876، وأطماع الدولة الغربية في الدولة قد بلغت أوجها. نفوذ الباب العالي بصدور العظام الذين حاولوا السيطرة على منصب السلطان خليفة. أعضاء الجماعة يعملون في مراد لدفع عجلة سيد الدولة على ضرب أوروبا العثمانيين ضد الاتحاد والترقي. جن السلطان مراد بعد أن مكث في الحكم 93 يوما. انتحار السلطان عبد العزيز. قيام علي سعداوي أحد الثوار المعروفين بتدبير حادث هجوم على قصر جرجان حيث يقيم مراد. إخراج مراد ونصيبه من قوى السلطان المرة الأخرى بدأ من عبد الحميد. محاولة أحد الأرمن اغتيال السلطان عبد الحميد. 13 أبريل 1909 حدث في اسطنبول اضطراب كبير قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقي. حادث 31 مارس. وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في عاصمة الدولة. تدبير أوروبي. تدبير حادث 31 مارس: إحراق المصاحف، الإسراف، الظلم وسفك الدماء. عزل الخليفة المسلمين السلطان من كل سلطته المدنية والدينية. إيمانويل قراسو، يهودي أسباني. أرام أسعد طوباني، عارف حكمة. فريق بحري، عضو مجلس الأعيان، وهو كرجي العرق. عبد الحميد الثاني والفكر الإسلامي يرى أن الحروب الصليبية ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة. العلاقة الدولة العثمانية بإنجلترا، إسلام ومسيحية نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما في حضارة واحدة. الإنجليز قد أفسدوا عقول المصريين، لأن بعض المصريين يعتقد أن سلامة مصر ستأتي من الإنجليز. يجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية الإنجليزية. صحيفة ستاندرد. ظهر اقتراح إنجلترا إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين. لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية، لكن الدول الكبرى كانت ترتعد من سلاح الخلافة، وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقون على إنهاء الدولة العثمانية. الجامعة الإسلامية. طرق عبد الحميد سبل الاستغاثة بجمال الدين الأفغاني، وصف عبد الحميد جمال الدين بأنه عالم مشهور في قصر يلدز، وقصر يلدز هو مقر سلطة عبد الحميد. كما أننا وجدنا في مكتبة السلطان عبد الحميد خلاصات للاطلاعات قام بها جمال الدين الأفغاني ولخصها وقدمها للسلطان. كان السلطان جادا في البحث عن صيغة لتوحيد كل المسلمين سياسيا. يبدو أن جمال الدين الأفغاني قام بإقناع بعض كبار الموظفين في إيران وبعض علمائها بفكرته، وصدر وعد من قنصل إيران في اسطنبول يبذل كل وسعه لإنجاح المحاولة. عبد الحميد والمدنية الغربية. إقراض الخزيجة العثمانية مليونين من الليرات العثمانية. إقامة مأوى لليهود. رفض إقامة مأوى لليهود في فلسطين. وأصبح عبد الحميد في نظر هرتزل سلطانا ماكرا جدا خبيثا جدا ولا يثق بأحد. رغبت هرتزل في تقديم تضحيات مالية ضخمة سبيل إيجاد مأوى لليهود. السلطان عبد الحميد يرى ضرورة عدم توطين مهاجرين يهود في فلسطين حتى يبقى العنصر العربي المسلم أغلبية.
يفقد الأمل في تحقيق آمال اليهود في فلسطين، وأن اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض الموعودة طالما أن السلطان عبد الحميد قائما في الحكم مستمرا به. عبد الحميد يعبر عن رأيه في الحركة الصهيونية فيلتزم بقول: لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط في فلسطين، بل إنهم يريدون إنشاء حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين لهم، وإني أفهم جيدا معنى تصوراتهم الطامعة هذه، وإنهم لزوج إذ تصوروا أنني سأقبل محاولتهم هذه. إن هرتزل يريد أرضا لإخوانه في ديني، لكن الذكاء ليس كافيا لحل كل شيء. عن القدس يقول السلطان: لماذا نترك القدس؟ إنها أرضنا في كل وقت في كل زمان، وستبقى كذلك، فهي من مدننا المقدسة وتقع في أرض إسلامية، لا بد أن تظل القدس لنا. إنجلترا تثير المسألة الأرمنية لإبعاد الرأي العالمي عن مصر. طبعا 1906 أكيد حادثة دون شواي والكلام ده. ضابط من حرسي في المنفى يحاول قتلي. حرموني من قراءة المصحف. ينهبون قصري بعد أن خلعوني. الجيش داخل الدولة. يخافون مني وهم في السلطة. الثروة التي يطمع الضباط فيها. اللهم احفظ الدولة من شر المجرمين. أجبرت على التنازل عن ثروتي. يخافون من مذكراتي. لا أحد يستطيع تزوير التاريخ. نكبت الدولة في حرب البلقان. تدخل الجيش في السياسة. مغادرة المنفى الأول إلى الثاني. ليس لنا بعد الله إلا دولتنا. أعضاء مجلس الثورة يصفي بعضهم بعضا. طلعت باشا استشراني وهو عدو بالأمس.